بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. شهر شعبان. شهر شعبان هو بابنا المفتوح مباشرة بإذن الله تعالى إلى رمضان. شهر بترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وبتتهيأ فيه القلوب لما هو أعظم، وهو شهر رمضان الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال. طيب كان بيعمل إيه سيدنا النبي فيه؟ كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم. شهر بتتضاعف فيه الطاعات، بيستعد فيه القلب، بيستعد فيه الجسد لكرم الله سبحانه وتعالى في رمضان. الصيام، الدعاء، الطاعات، القيام، كلها أبواب مفتوحة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. كمان كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كانوا بيكثروا من الطاعات والعبادات لاستقبالهم لشهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والبركة الحقيقية. في شعبان احنا بنبدأ نعمل ايه؟ احنا في رجب لو تتذكروا كنا اتكلمنا ان احنا حطينا البذرة في شهر رجب. في شعبان احنا بنسقيها وبنحافظ عليها وبنكبرها علشان احنا نحصدها بإذن الله في شهر رمضان الكريم، نكون أقرب إلى الله وأنقى بالقلوب وأطهر بالنوايا، استعدادا للخير بإذن الله تعالى. في حلقتنا النهاردة هنتعرف على السر في شهر شعبان المبارك، وكيف يكون بابنا المفتوح إلى شهر رمضان أو لاستقبال رمضان في رحلة روحية ونفسية ما بين الصيام والدعاء والقيام ورفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ونتعلم إزاي نهيئ قلوبنا في هذا الشهر الكريم ونهيئ نفوسنا للاستقبال شهر رمضان واحنا في حماس دائم وفي إقبال على الله سبحانه وتعالى، ونجدد العهد بالله سبحانه وتعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة إيمان إسماعيل، الداعية الإسلامية. السلام عليكم أستاذة إيمان، وأهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ندى. أهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنكم، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. اللهم يا آمين يا رب فاقد العالمين. لنا يا رب. بداية أستاذة إيمان، خلينا نتكلم عن مكانة شهر شعبان ما بين الشهور كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا شهر شعبان، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه شهر بين رجب ورمضان. فيعني الناس فيه بتنسى، يعني الناس بتنسى هذا الشهر. الشهر بيغفل عنه الناس، ما بين رجب ورمضان. بين رجب ورمضان. وهذا الشهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني العمل شهر شعبان من الشهور اللي في خلال ال 12 شهر بتوع السنة كلها بترفع فيه الأعمال. زي برضو رب سبحان الله، إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن كل أسبوع بيترفع عملي ليا، يوم في الأسبوع بيترفع فيه عملي، اللي هو يوم الاثنين. وفي بعض العلماء اختلفوا وقالوا لا، ده يوم الخميس بيرفع. بيرفع فيه. لا هو يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم صام الاثنين وصام الخميس، فلما سئل عنهم ففي اختلاف فقهاء في هذا الامر. ان هو بيصوم في اليوم اللي بيرفع فيه ايه العمل. احب ان يرفع عملي وانا صائم. وكان يكثر الصيام في شهر شعبان كما لم يكن يصوم في غيره. يعني ستنا عائشة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت انه كان يصوم من شعبان حتى نظن انه لا يفطر، وكان يفطر حتى نظن انه لا يصوم. يعني من كثرة الصيام، وعايز عمله يرفع في هذا الشهر وايه على صيام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب أستاذة إيمان، المقصود بشهر ترفع فيه الأعمال، المقصود برفع الأعمال إيه؟ وكان بعض العلماء اتكلموا إن إحنا السنة كمسلمين كلها بالمعنى العام، يعني شفت أحد العلماء كان بيشرحها بطريقة بسيطة عامية، يعني إن خلاص إحنا طول السنة أعمالنا كلها خلاص بترفع كلها، وكتابنا وما كل شيء عملناه بيرفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وينظر فيه.
فكلمينا عن هذا نعم. الأمر، هل هذا المعنى صحيح وما المقصود برفع الأعمال؟ هقول لك بقى على مفاجأة حلوة قوي في الجزئية والسؤال الجميل اللي سألتيه دوت. مم. تعرفي إن إحنا رمضان اللي فات لسه ما اترفعش، هيترفع مم. لسه شعبان ده. هيترفع في يعني شعبان ده، هيترفع شعبان اللي احنا شعبان فيه. ده. اه. مم. هو كان من ضمن السنة اللي هيترفع فيها الأعمال بتاعتي، اللي هي رمضان اللي فات لسه هيرفع في شعبان ده. مم. يا انت الله. متخيلة؟ دي ناس ممكن تكون ما يعني ما عندهاش مش الفكرة أو ما عندهاش عندهاش المعلومة المعلومة دي. دي. مم. لا، مش موجودة، لأن أنا حصاد السنة كله بيرفع في هذا الوقت. يعني كأنك ماسكة دفتر بتكتبي فيه، بتسجلي فيه، بتدوني فيه الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة، الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة. وبتيجي في وقت معين الدفتر بينتهي ورقه، فبتوقفي فبتقفليه وبترفعيه لمكان معين، وبتفتحي دفتر جديد من أول وجديد. فالصحائف بتاعتنا بتغلق للعام دوت او للسنه ديت اللي فيها مثلا شهر شعبان الايام ديت. بتغلق هذه الصحائف وبترفع لله عز وجل، عشان خلاص بقى يسجل بيها عملي. ومن ضمن مم. هذه الصحائف بتاعتي صحيفتي بتاعت شهر رمضان الماضي. مم. تمام. طيب، احنا شفنا بترفع الأعمال، المقصود برفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا عن مكانة الشهر الكريم. هل ورد نعم. آيات قرآنية، هل ورد أحاديث نبوية خاصة بشهر شعبان، بإن احنا مثلا في طاعات معينة المفروض وردت عن الرسول احنا نعملها فيه، في ذكر معين، في دعاء يعني بالأخص خاص بشهر شعبان المفروض ان احنا نكسر منه ونردده على طول الشهر الكريم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن شعبان إنه شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. امم. هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، يعني نص الحديث يعني. امم. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني أعمال السنة كلها بترفع في هذا الشهر. فرسول امم. الله صلى الله عليه وسلم عايزنا نكون حريصين على الصيام في هذا الشهر قدر استطاعتنا للصيام فيه، عشان ترفع أعمالنا واحنا على الصيام ده. هو كان بيتكلم عن نفسه، وهو امم. سبحان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فبالك بينا احنا بقى. امم. ربنا يرحمنا برحمته. يغفر لنا، اللهم امين. فكثرة الصيام في شهر شعبان، في ناس بقى تقول لك ايه، لا انا هفطر يوم وهصوم يوم، انا هفطر يوم وهصوم يوم، لان انا مش عارفه العمل اللي هيرفع امتى. ولكن في احاديث خصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفع الاعمال في المنتصف من شعبان، في ليله المنتصف من شعبان. اه. تمام. بترفع فيه ايه؟ بترفع امم. فيه الاعمال اللي هي اعمال السنه كلها زي ما قلنا. طيب، يعني معنى كده ان الاعمال الصالحه اللي يستحب الاكثار منها في شعبان اولها الصيام، هل في اعمال الصيام، اخرى؟ والله الدعاء. هو الصيام امم. مقرون دايما بالدعاء مع طبعا. الإخلاص لله عز وجل. طبعا امم. الإخلاص ده من الحاجات اللي احنا مع الأسف الشديد يعني ممكن نكون مقصرين فيها مع نفسنا ومع الله عز وجل. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك ان احنا مثلا ممكن انا اكون بصوم يوم ويوم، او بصوم اثنين وخميس وبصوم 13 14 15 يعني عماله شغاله صيام. بس انا شغاله على صيامي ده حاجه عماله بتضيع لي وبتكسر لي هذا العمل، اللي امم. هو عدم الإخلاص لله عز وجل في هذا الإيه؟ في هذا العمل. إن أنا الشيطان عمال بيقول لي كلمي فلانة وقولي لها ده أنت صايمة النهاردة. أبقى أنا في امم. مشوار بره، كل ما حد يكلمني لا ده أنا صايمة، لا ده أنا امم. صايمة، لا ده أنا صايمة، فبيضيع لي العمل بتاعي. فين بقى الإخلاص؟ فين الإخلاص؟ اللهم اجعل أعمالي صالحة ولوجهك الكريم إيه؟ خالصة. خالص. الدعاء دوت طيب جدا جدا جدا، بالاخص في هذا الشهر اللي بيغفل عنه الناس. يعني انا لما ابقى انا اللي فاكره فيه والناس غافله عنه، ما تبهاش بهذا الامر واضيع عملي واخليها بقى منصوره. تمام. طيب، نيجي بقى لليلة النصف من شعبان وفضل هذه الليلة، وإزاي نتعامل فيها تعامل صحيح وفقا للدين وعقيدتنا، لأن احنا بنشوف بدع كتير جدا بتتعمل في ليلة النصف من شعبان، وأحاديث كتير طبعا. وكلام كتير. فكلمينا عن الأمر برمته وفضل هذه الليلة وما ورد عنها، وإزاي نتعامل معها تعامل صحيح. هو ما فيش تخصيص ليها في شيء الا الصيام والدعاء. هي لم تخص بشيء إلا الصيام والدعاء. أما بقى عن فكرة يعملوا شوادر ويعملوا
احتفالية ويعملوا الأمور دي كلها بدع. دي أمور كلها بدع. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا فيه بالصيام، كثرة الصيام، بكثرة الأعمال الصالحة، بكثرة الدعاء، بأخص كمان الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء زي ما قلت لك، لأن هو اللي بيعين على الطاعة، هو اللي بيدخلنا من البوابة اللي احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستقبلنا فيها. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، لا تنسي. الدعاء دوت مفاتيح للكروبات، مزيل للذنوب، يعني بيحث على التقرب لله عز وجل، وبيساعدك كتير جدا انت تتخلصي وتتخطي من حاجات احنا بنعاني منها في الزمن اللي احنا فيه وفي الايام اللي احنا فيها دي. بالظبط. منها التقصير، منها عدم الاخلاص، منها عدم التوبه الصادقه، منها يعني في حاجات كتير واعمال كتير جدا. بالدعاء والله بترفع عني، بالدعاء بتقربني من الله عز وجل. الدعاء والاستغفار في هذا الشهر من الحاجات العظيمة اللي عظمها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد الصيام يعني. طب أستاذة إيمان، إحنا بنشوف في شهر شعبان بنلاقي بعض الناس بتتكلم عن حلقات ذكر، طريقة للذكر، طريقة معينة كده للذكر معين، فبيقولوا لا ده خاص بشهر شعبان، وبالأخص في ليلة النصف من شعبان جلسات يعني بيقرأوا فيها قرآن، ولكن بيحصل فيها بعض الأمور يعني في ناس بتستعجبها، وفي ناس بتبقى أول مرة تشوفها. خلينا نتكلم عن الأخطاء الشائعة في شهر شعبان زي هذه الجلسات، وزي طريقة معينة في الذكر بيعملوها بشكل معين، حتى بوقفات معينة بيعملوها بأداء ليه طريقة مختلفة. فأصلا منين جت البدع دي، وإزاي إن احنا يعني نقف في وجه هذه البدع اللي بتتكلم عن شهر شعبان؟ أستاذة ندى، شهر شعبان زي ما قلت لحضرتك إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقال إن هو شهر يغفل عنه كثير من الناس، في بعض الناس اللي تدخلت بحاجات اجتهادية من عندها. أصل في صلاة الاستغفار، أصل في صلاة التسبيح، أصل في جلسة مش عارفة إيه. لا، مفيش الكلام ده. شهر شعبان هو سقيا لما زرعته في شهر رجب، وزي ما ذكرنا قبل كده أنا بسقي الزرعة أو النبتة اللي أنا حطيتها في شهر رجب. تمام؟ طيب أسقيها بإيه؟ أسقيها بالتقرب لله عز وجل بالطاعات بالسنن. احنا فاكرين ان احنا في رجب قلنا ان احنا حاطين بذرة الفرائض. الفرائض اللي هي ايه؟ قلنا طلب العلم، وقلنا الفروض بتاعتي المفروضة عليا، وقلنا هنسقي دوت في رمضان في شعبان، هنسقيه ونراعيه بايه؟ السنن. السنن الرواتب بتاعتي عندي 12 ركعة من السنن الرواتب بتاعتي في اليوم، بيبنى لي بيها قصر في الجنة. يعني تخيل ان يبنى لك قصر في الجنة في يوم في شهر بترفع فيه الأعمال. تمام. من السنن الرواتب في الشهر دوت، او من السنن برضو لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك هو الصيام اثنين وخميس، صيام 13 و14 و15، او اكثر من الصيام في هذا الشهر قدر استطاعتي، استنادا للحديث بتاع سيدتنا عائشه: كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظن انه لا يفطر، وكان يفطر حتى نظن انه لا يصوم. يعني طب هل في مشكلة من أنا مثلا أجمع جيراني، أجمع أصدقائي وأصحابي، وإن إحنا مثلا نقعد نعمل حلقة كده مع بعض نقرأ فيها قرآن، نذكر فيها الله سبحانه وتعالى، نقسم على بعضنا مثلا كل واحد يعني استغفار، حوقلة وما إلى ذلك؟ أعتقد مفيش مانع من ده. لا 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 لا، مفيش مانع طبعا، ولكن ما تبقاش هي أصل دي ما بتتعملش غير في شعبان. بالظبط. أنا ممكن أعملها وإن إحنا لا ننسبها لسيدنا النبي. تكرار واستمرار، تكرار واستمرار، ما بتبقاش بقى ان انا بنسب دوت ان ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمله. انا زي بالظبط، يعني زي صلاه التراويح مثلا في رمضان. صلاه التراويح ديت الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى الصحابه بقوا ينتظروها بعد صلاه العشاء، فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كده ان انا خلاص ايه مش هنصليها، توقف عن الصلاه فيها عشان ما تاخدوهاش فرض عليكم بعد كده. تمام. لما وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي في بيته ما تيسر ليه ويقرأ ما تيسر ليه من القرآن، بعدها رجع السنة ديت أو رجع البدعة دي اللي بيقولوا عليها بدعة ولكنها كانت بدعة حسنة. كان سيدنا عمر بن الخطاب جمع المسلمين عليها في المساجد، والإلى الآن إحنا بننفذ هذه البدعة. في بدعة بتبقى حسنة، وبدعة بتكون والعياذ بالله ممكن تدخلنا في
بان احنا يعني شرك. بنتبلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه. تمام. انما حلقه الذكر دي ايه اللي فيها؟ ايه المشكله؟ انا عندي وقت، عندي استطاعه اعمل اونلاين دلوقتي مثلا جلسه قران، يلا يا جماعه مم. اعمل لينك وبسرعه ابعته على الجروبات اللي انا اعرفها، اللي عايز يخش يصحح تلاوه، اللي عايز مم. يخش يلا هنبداها بدعاء. ده سبحان الله حلقات الذكر ديت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال حلقات الذكر. مم. والرتع، الرتع هنا معناه خدي منه على قد ما تقدري. ده مم. حلقة من حلقات الذكر، يعني روضة من رياض الجنة. تخيلي انت كده ماشية في الصحراء عطشانة جدا مم. وريقك ناشف ومش قادرة تاخدي نفسك ومش قادرة مش لاقية حتى ريق تبلعيه، وفجأة لقيتي حفرة فيها شوية مية، هتعملي فيها ايه؟ بالظبط. هتعملي فيها ايه؟ مم. هتاخدي وتغسلي وتشربي وتبلي جسمك، وهتاخدي طبعا. تعبي كمان معاكي، لو معاكي حاجة فاضية هتعبي فيها عشان بقية طريقك. هو ده نفس الفكرة في حلقات الذكر. لو لقيت حلقات ذكر لا اسعى اليها واروح لها. ده روضه من رياض الجنه، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعوا مم. ارتعوا، يعني مم. بصوا اشربوا خدوا منها على قد ما تقدروا. مم. يعني هي دي بدعه، بس هي بدعه حسنه، مم. لكن لا انسبها، لا انسبها للرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بيها وقال عليها، لكن لا انسبها. ما هوش لا كان أسيبها بيقول ذكر معين في الحديث. الحلقه دي، ما مم. كانش بيقول ايات معينه، ما كانش بيقول دعاء معين، لا. يبقى مم. الحلقه ما بين القرآن والدعاء والذكر مم. وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو دراستها. عليه الصلاة والسلام. دي من البدع الحسنة اللي انت ممكن مم. اصلا من خلالها تخرجي زي ما بيقولوا كده يعني بشوال حسنات. هي زاد، هي بتدينا زاد وبتدينا قوة بالظبط. وبتخلينا نقدر يعني نستمر في معترك الحياة اللي كلها أصلا صعوبات وهموم ومشاكل. ده صحيح زاد بيخلينا نقدر نكمل. صحيح صحيح. مم. يعني هي خديها كده بس ايه بالنسبه لك، يعني ممكن تعمليها شعار كده مثلا على باب بيتك، على باب مم. غرفتك، على اي مكان عينك دايما بتيجي عليه. اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، اجعلي رياض مم. الجنه رتع ليكي، انا برتع منه. ما تقوليش اصل ده في مقرأة مثلا عندنا دلوقتي، مثلا مقرأة شغاله لمده 12 ساعه، مم. من الفجر، من 5 الفجر لحد الساعه 10 مساء. اه. تمام. مم. يعني لما تعجزي في خلال ال 12 ساعة دول انك تخشي 10 دقايق تاخدي اجر او ترتعي من هذه الجلسات، يعني سبحان الله. انت كان هناك قصة وفيها حديث قدسي مع ربنا سبحانه وتعالى وملائكته. مم. القصة دي بتقول ان كان هناك قوم مجتمعين في حلقة من حلقات الذكر في المساجد، مم. وربنا سبحانه وتعالى نده في ملائكته يا ملائكتي ماذا يعني ماذا يفعلون، هو أعلم ماذا يفعلون عبادي. مم. فقالوا فإنهم يذكرونك يا الله. قال ربنا سبحانه وتعالى قال لهم يا ملائكتي مما يستعيذون بي، يعني هم بيستعيذوا بإيه مني في المجلس ده؟ يستعيذوا من نارك. قال الله تعالى أرأوها، شافوها؟ مم. قالوا والله ما رأوها. مم. قال فما بالكم لو رأوها؟ قالوا اه. والله لكانوا أشد استعاذا بك منها. قالوا مم. وما يطلبون مني، عايزين مم. مني إيه؟ قاعدين في الحلقات دي عايزين مني إيه؟ اه. قالوا يطلبون جنتك. قال جل وعلا أرأوها، شافوها؟ قالوا لا لم يروها. قال مم. فما بالكم لو رأوها؟ لو قالوا رأوها. والله مم. لكانوا أشد طلبا لها. فقال رب العزة جل وعلا يا ملائكتي أعطوهم ما سألوا وارفعوا عنهم ما استعاذوا به، يعني ابعدوهم بقى عن يا النار الله، يا الله. ودخلوهم إيه؟ ودخلوهم الجنة. فقال دخلهم يا الجنة. رب إن مم. فيهم رجلا لم يأتي لحلقة الذكر، يعني في واحد ما مم. جاش عشان حلقة الذكر بتاعته اه. بتاعتهم. فكان مم. جاي المصلحة، كان جاي عشان في واحد موجود هو عايز منه حاجة، فلما لقاه في الحلقة فاضطر إن هو يقعد. ما جاش. اه. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فبالصالحين يشمل، خلاص هو موجود اه. معاهم مم. هيتاخد من ضمنهم. كمان لانه طب كان أنا هل كان من يعني عايز يكون مع الصالحين. كان هيكون مع الصالحين. هو اتاخد معاهم، هو اتاخد اه. معاهم. مم. زي سبحان الله الأعرابي اللي كان بيدور حوالين الكعبة
وكان في دعاء بيدعو بيه. فكان من ضمن الدعاء اللي كان بيدعيه بيقول إيه يعني: يا رب لو في واحد صالح بحق صلاح هذا العبد استجب لي دعائي. إمم. فاستعجب منه الناس، يعني الناس هنا بتروح عند الحرم عشان تدعي عشان يستجاب منها، انت بتدور على عبد صالح عشان ربنا يستجيب لك دعائك من خلال هذا آه. الصالح. آه. فشوفي هي دي بقى روضات الجنة اللي احنا بنتكلم عليها. إمم. انا اشوف اللي هي جلسات الذاكرين، جلسات تمام. الحافظين. إمم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول منا ومنكم يا رب العالمين، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. زي ما تحدثنا سابقا إن شهر رجب إحنا حطينا فيه البذرة، الآن بنتحدث عن شهر شعبان إحنا بنسقي فيه، وبإذن الله يكون لنا لقاء مع حضرتك في شهر رمضان، ونشوف الحصاد بأمر الله تعالى، إن إحنا نحصد كل اللي إحنا عملناه من طاعة وعبادة وذكر خلال رجب وشعبان في شهر رمضان الكريم. شهر شعبان بيعلمنا كيف نهيئ قلوبنا ونقوي علاقتنا بالله لنستقبل رمضان ونحن أقرب إليه وأصفى نفوسا. بشكرك جزيل الشكر الأستاذة إيمان إسماعيل على وجودك معنا، شرفتينا ونورتينا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ندعو الله سبحانه وتعالى إنه يبلغنا شهر رمضان. الأيام بتجري بسرعة، كنا بنتكلم عن شهر رجب، انتهى رجب، دلوقتي بنتكلم عن شهر شعبان وهينتهي شعبان وهنلاقي رمضان أمامنا. نستغل كل دقيقة نستعد فيها لدخول الشهر الكريم. أيام معدودات يا جماعة، أيام معدودات المفروض نستغلها أفضل وأحسن استغلال واستثمار علشان نفوز بالجنة بإذن الله تعالى. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.